قبل الكلية في الثانوي كلنا كان عندنا توقع ومتخيلين الكلية والجامعة شكل عظيم بمدرجات كبيرة ملاش آخر مع دكاترة شغلانتها في الحياة إن بس تسقطك، ودراسة بقى كلها صعبة وبالإنجليزي، بس الدراسة مرتبطة ببعض وبدرس مجال معين مقارنة بسنة دراسية عادية. مثلا باخد قصيدة لعنترة بن شداد مش هتفيدني في حياتي خالص، كلية من غير مذاكرة وراحة أو صعبة ومش طايقها أصلا، وكل الصور النمطية اللي معروفة عن الجامعة. متأكد جدا إن 700 ألف شخص من دفعتي كل واحد فينا ليه قصته اللي ممكن يحكيها عن تجربته الأولى مع الكلية، والنهاردة هشارك قصتي وانطباع الأول في الترم الأول من حياتي الجامعية. بصراحة مش أنا لوحدي، النهاردة معايا أحمد معايا في نفس الكلية بس قسم كريدت، ومحمد عصام كلية زراعة جامعة بنها برضو، وأيوة صحابي من أيام إعدادي، فهي مش بس قصة واحدة إنما ثلاثة. بعد سنة وانت الكلية بقى كانت زي ما انت توقعت وكده؟ عكس توقعاتي تماما. الكليه اللي هو مثلا انت بعد ما خلصت ثانويه اللي هو مثلا ايه تخش كليه بقى وترتاح ونظام بقى ايه اجازات وفين وفين كل ما تمتحن ومفيش مذاكره والكلام ده. ماشي، وانت بتخش كنت في الثانويه العامه زي نظام ايه، اهلك بيساندوك، معاك مدرسين على اليوتيوب، معاك مدرسين في السناتر، يعني كذا حاجه بقى ان اصلا وانت اصلا ذات نفسك في جواك يعني ايه اللي هو شغف وفي طموح عاوز تحققه في اخر الثانويه. لكن لما تخش الكليه بقى وتخش الكليه اللي انت عاوزها، اللي هو اصلا تخش في بحر علم كبير وتاه فيه محدش معاك، فانت اصلا بتكون لوحدك في كل حاجه. ولو عاوز بقى تحقق تارجت في الكليه دي هتتعب جامد، لان اصلا انت في الكليه في دكاتره بس لما تعب اهم حاجه عندهم تعاملهم باحترام، وفي دكاتره اصلا ممكن ما يعاملوكش باحترام بالمره. واصلا والكليه واصلا ولازم تشتري ملخصات وما مش هتلاقيها، وفين وفين قبل ما تلاقي الملخصات دي. يا نهار ابيض. حوار كبير. اللي هو انت كنت خلاص بقى داخل الكليه عشان تستريح، وبعد كده تستريح. لقيت في وشك كل البتاع ده كله. واصلا وكمان يعني وبعد ما يتلاقوا كل دون، بعد ما فين وفين عمالهم ما يتلاقوا ملخصات وتلاقي حد اصلا وتلاقي قناه على اليوتيوب بالصدفه كده تلاقي بتشرح لك الماده اللي انت واقع فيها، اصلا هتلاقي الروح المذاكره عندك مفيش. انت اللي مش عايز هو تذاكر اصلا. لو اصلا انت في الثانويه العامه ما عادش مثلا في لو شغف بتذاكر خالص. 10 اضعاف في الكليه مش هتذاكر، مش هتحمل حتى نص واحد من 10 دول. بس ده مش عشان بقى الكليه سهله والكليه مش محتاجه مذاكره لا دي الكليه اصلا من الثانويه 100 مره. وعشان انت مش لاقي تذاكر. صح. انت ايه رايك في الكلام ده؟ لا، هو حوار الكلية طلع غير ما انا توقعت خالص. يعني انا كنت متوقع ان انت خلاص بقى تخش الكلية وهترتاح والكلام ده كله. لا، بس الثانوية كانت احسن بكتير. ليه بقى؟ ان انت المدرس اللي انت بتاخد عنده بيعمل لك ملخصات الكلام ده كله، انت ما بتشيلش هم اي حاجة. بيبقى في عندك شغف ان انت تذاكر، لان انت عاوز تذاكر عشان توصل مثلا لمرحلة اللي هو انت شايف ان المرحلة دي هتبقى هي المرحلة اللي هتغير حياتك كلها. اللي هو مثلا اه. انا دخلت كلية هندسة، فهي دي اللي هتغير حياتي. فكنت بتذاكر حاطط قدامك هدف عاوز توصل له. انما انت خلاص، انت دلوقتي في الكلية، انت وصلت للهدف اللي انت كنت حاطه اه، قدامك. فماذا بعد بقى اللي هو يعني اه انا خلاص بس وصلت بقى فانا. فكده هتضيع. خلاص بقى انا اه. وصلت. بس يعني الفترة اللي قعدناها ما بين الثانوية والجامعة دي يعتبر خلتك خلاص بقى ان انت حسيت من بعد نتيجة الثانوية العامة، حسيت ان انت خلاص كده عملت اللي عليك كله بالنسبة للتعليم، وما عادش في حاجة تانية ان انت تقدر تعملها. فلما انت دخلت الكلية ما كانش ليك شغف لأي حاجة بقى خالص، ولا تحضر محاضرات ولا تذاكر ولا الكلام ده كله. ده كان موضوع صعب بالنسبة لي. ولما دخلنا برضو الكلية طلعت غير ما انا متوقع. طلعت انا كنت بفكر ان الدكاترة ان هو انت لازم تحضر عشان تنجح، بس اه. طلع الموضوع غير كده. ان في دكاترة اصلا هو بيتقسموا لاتنين. في دكاترة اللي هو بيبقى اب واخ، اللي هو بيبقى عاوز مثلا يخليك توصل لأقصى مرحلة انت بتتمناها واحسن حتة مثلا في اللي الكلية. هو بيبقى بيشرح الماده عشان انت تفهم الماده دي. اه، ايوه. وفي دكاترة تانية اللي هو انا هسقطك، انا جاي عشان ارخم عليك، انا نازل من بيتي الصبح عشان انا ارخم عليك في الجامعة. فبرضه دكاترة تانية محترمة بتشرح، وفي دكاترة بنفهم منهم ودكاترة لأ. فدي مشكلة هتواجهك، والمشكلة كمان هتواجهك الأكتر إن أنت بنسبة 5% إن أنت تلاقي حد تاني على اليوتيوب شارح الكلام ده. يعني أنت في الثانوية كنت بتلاقي الكلام ده مشروح على اليوتيوب، يا دوبك بس تكتب مثلا أنت عاوز درس كذا في الكيمياء، تلاقي مثلا 50 مدرس شارحينه. إنما أنت في الجامعة مفيش الكلام ده. أنت بتعتمد على نفسك، لازم بتجيب الشتات بنفسك، بتلخص المادة دي بنفسك. الاسايمنتات بيبقى مطلوب منك اسايمنتات وكوزات كل اسبوع. في حاجات الميد الكلام طلع ترم. كبير، طلع كبير. اه طلع كبير بحر. قوي بحر. كنت مفكر اللي هو بقى انت خلاص كده حققت حلمك وخلاص راح، لكن طلع كلام غير ده كله خالص. اللي هو الناس زي ما الناس بتقول انت عديت من اه عنق غير بقى الجزء يعني ايه الزجاجة الزجاجه، انت كده غير رايح في بقى الزجاجه بقى. غير ما احنا توقعنا خالص. بس بس هو
بصراحة فترة الثانوية هي ضغط من الأهل وضغط من المدرسين وضغط مذاكرة والكلام ده كله، بس أحلى بكتير من الجامعة. ليت السنوات تعود يوما. لا يا عم بس مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. وبرضه لا اللي انا مش هو متفق مع اللي الكلام هو ده. مش الثانوية بقى أنا عاوز ثانوية تاني ومش عارف إيه، لأ أنا ولا عاوز ثانوية ولا عايز ولا عاوز كلية. جامعة. خلاص أنا خلاص يعني أكملت رحلتي في التعليم انا خلاص يعني كده يا المهمة شباب. بتاعتي عاوز خلاص. اتجوز. هي صح بقى كبيرة، ولا مفيش فيديوهات يوتيوب ان انت بتشرح الحاجة اللي انت عايزها، بس هو مرجع. يعني انت بتبقى قدامك مرجع وبتاع ان انت تتعلم. يعني حاجة زي الفيزياء مثلا، الامتحان بتاعي يوم الاثنين الجاي عليا ده، وانا لسه ان شاء الله ناوي اذاكر. هو في مرجع كبير قدامك، انت ممكن تاخد راحتك وتذاكر فيه وتعوم فيه وبتاع، بس انت مش تفهم اي حاجة. يعني هو في مرجع وفي مصادر مذاكرة يا باشا، وعندك ذاكر ودور على يوتيوب وبتاع، بس اللي هو لا، بس هو حلو يعني. انا بالنسبه لي، انا لو انا هتكلم، فانا كنت في درس الفيزياء، استاذ احمد سمير طبعا. ف... حبيبنا. مش حبيبنا قوي يعني، بس يعني عشان الفيديو بس. لو مش بس. كان الدرس 3 ساعات، والقعده كان الكرسي، انا ما كنتش بتعب في الفهم قد ما بتعب من القعده. فاللي هو بقى انا كان في دماغي على طول ايه، نخش بقى الجامعه، المدرج. وانا عارف ان الناس معظم احلامهم بتبقى اكبر من كده، وتوقعاتهم انه كان اكبر من كده، بس انا كنت بفكر في المدرج، وانا اخش بقى ايه، المدرج بقى هيبقى مريح وكبير وسلالم وبتاع، واهم مش هشوف من شعر اللي قدامي واهم والكلام ده نقطه كله. بس تامر حسني والشغل ده من كتب تقع ولا. بص يعني الحكايه دي في ذهن المصريين كلهم. لا مفيش الكلام ده. او لسه ما حصلش يعني، لسه الترم الاول لسه وبتاع. لسه ما ادناش وضعنا في الكليه. لسه. فدخلت بقى، ما لقيتش لقيت المدرجات بتوجع برضه زي زي كراسي احمد سمير يعني. والكليه بتاعتي اصلا مقارنه بالكليات اللي هي الكليه بتاعتنا، كانت منها يعني لسه جديده وكده، فهي كبيره الكليه 7 ادوار. انا لغايه دلوقتي ما اعرفش غير 3 مدرجات وقاعتين باين. لا واحد وبرضه انا غريب كده تايه. حاجه حلوه برضه ثانيه في الكليه، ان هي النقطه دي، اللي هو انت تايه، انت مش عارف حد اصلا هناك. يعني كلها ناس جديده من مناطق مختلفه ايوه، وبتاع. فانت اول ترم ده انا بصراحه عرفت شويه ناس يعني. ما انا بقول لك ده احسن حاجه في الكليه اصلا، انت ايه بتكتشف ناس جديده وتتعرف على ناس جديده. بالظبط. لا واصحاب الكليه بيبقوا حلوين قوي، اللي هو في ناس بتبقى مثلا اللي هم بيخافوا عليك وبيحبوك، مثلا لو انت طلبت منهم حاجه بيديها لك. وفي ناس تانية اللي هو طلبت والله يا صاحبي ما اعرف ما اعرفش انت بتتكلم عن ايه اصلا انا. لو بتلاقي نفس من ايه ناس يعني نفس المستوى الذهني بتاعك، يعني معظمهم مش كلهم معظمهم، وتلاقي ناس كلها يعني ايه من نفس الطائفه بتاعتك، ويعني ايه يعني ممكن تعرف بتاع الكليه دون احسن من اللي انت عرفته اصلا اكتر من اخوك، يعني اه ممكن يساندك ويدعمك اكتر من اخوك اللي معاك في البيت. لا انا ما عرفتش الناس دي لسه، بس ماشي قشطه. لا انا انت عرفتهم. طب قشطه. اوفر اول يعني، هي الكليه بالنسبه لي كانت يعني تقريبا عكس ما انا توقعت. صح. مش انت لوحدك، عكس ما كلنا هو كلنا توقعنا. الله واكل كده. اه على فكره يا جماعه احنا كلنا في جامعه بنها، بس يعني عشان تعرفوا ان التعليم في جامعه بنها رايق. 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 احنا مش عايزين نسقط، احنا داخلين في غير امتحانات، غير احنا داخلين في غير امتحانات. التعليم في جامعة الزقازيق والحاجات دي كلها، بس الحمد لله. الحمد لله. حاجة أنا ما كنتش متوقع أصلا إن هي موجودة، كانت اللي هي المجتمعات الطلابية اللي بتبقى موجودة دي. يعني مثلا زي نيو كوميرس عندنا، اللي هو في الكلية إحنا بناخد منهج، بناخد اللي هو برمجة بقى، وبناخد على السبورة والأري ايوه والفانكشن والكلام ده. إنما بقى في المجتمع اللي هو نيو كوميرس اللي أنا فيه ده، كان هما بيدوك بروبلم سولفنج بقى، اللي هو أنت فعلا بتتدرب على البرمجة. فأنا ما كنتش أعرف إن في الكلام ده، اللي هو أنت عارف إن في كورسات، أنت هتاخد كورسات عشان إيه، بالذات في البرمجة، عشان عشان تقدر بقى تفهم وتطبق. والكليه بس مش هي لوحدها، الكليه بس بتديك اساسيات وكل الكلام ده. انما الناس بقى اللي هي اكبر منك في تالتة عندنا وكده، كانوا هم عاملين المجتمع ده وبيورونا بقى اللي هم ما كانش عندهم ساعتها. فالحوار ده رايق، وهو مش فاكر خالص رايق. الحسابات بقى، فانت الرياضه فرقت معاك لما انت دخلت، انت كده لما انت دخلت في الكليه وتعمقت والكلام ده. كعلم رياضة، امم من علم رياضة هي الرياضة فرقت معايا ان انت اصلا كنت واخدها في سنة، بس فرقت معاك ان انت تدرسها بالانجليزي، فكانت صعبة شوية خالص. يعني انا في امتحان الميد تيرم فكنت بترجم العربي واحل بعربي وارجع انقل بانجليزي واحدة واحدة. هي دي المشكلة اللي واجهتني. اه. بس انت كعلم رياضه ما كانت الدنيا لا حلوه. لا مفيش مشكلة في الرياضة خالص. اه لا، هو انا بالنسبه لي كعلم علوم، ففي البدايه انا كان ايه اصلا، كان الرياضه انا داخل اصلا قال ان هي صعبه.
انا في دماغي انا دخلت علم علوم عشان انا مش عايز اخد رياضه. يعني انا لما جت ان انا احدد كده الشعب علم رياضه ولا علم علوم، كنت محدد ايه علم علوم عشان مش عايز اخد رياضه، مش عشان عايز ادخل حاجه والكلام ده، ايوه. لا انا عشان مش عايز اخد رياضه. وبعد كده اخش الكليه كلها رياضه. فانا بقى كان في دماغي لما دخلت ان انا كنت مستصعب فعلا رياضه، وانا ايه اللي جابني هنا والكلام ده. انما بقى بعد كده لقيت ان هي اصلا رياضه متقطعه اسمها ديسكريت ماس، واصلا مواضيع مرتبطه ببعض عشان تخدم البرمجه. ايوه فهي اصلا اللي بيميز الكليه عن حد مثلا طالب جامعي عن حد متعلم برمجه بره، هي المواد اللي احنا بناخدها في الكليه دي هي كلها بتخدم البرمجه. يعني مثلا حاجه زي الديسكريت ماس اللي هي الرياضه المتقطعه. في الاول انا ما كنتش طايق بصراحه الماده دي، اللي هو انا ولا حضرت لها محاضرات ولا سكاشن ولا كل الكلام ده. بس لما بدات احضر واشوف فيديوهات على يوتيوب وكده، لقيت ان الرياضه اصلا بتخدم البرمجه، اللي هي مش الرياضه المعقده بقى وانت بتاخد معادلات وبتحل معادلات عشان. لا لا. بس من بعد بقى ما لقيت كده، بدات الدنيا تظبط بقى واحده واحده، وما بقاش في الرياضه اللي هي في دماغي دي. ف ايوه. لا لا، الرياضه ما كانتش عائق بالنسبه لي كبدايه الكليه في حاسبات. انت بقى في الكليه بتاعتك كان في حاجه مواد لقيتها زي كده اصلا؟ هو زي ما سيف قال اصلا يعني ايه، انا اصلا هربت من الرياضه بكل تفرعاتها في ثانويه عامه في يعني اخترت شويه بقى تعليم علوم بسبب اصلا الرياضه، مع ان سبحان الله يعني اكتر ماده في طول حياتي كنت بقى بجيب فيها يعني مجموع درجات عاليه هي الرياضه. بس كحب الرياضه ما كانش في عندي خالص، لان يعني ايه، او ده يمكن السبب اللي انا مثلا ايه كنت بجيب درجات عاليه، ان انا مثلا كنت بخاف منها. وايه انا ما بحبهاش، انا كنت بخاف منها عشان كده بذاكرها فبجيب فيها مجموع عالي. اه. إيه كان بقى اصلا ايه، قلت خلاص بقى دام دخلت ثالثه ثانوي فاجيب بقى ايه، اهرب عن الرياضه خالص عشان مثلا ما توقعنيش او كده، واخش مثلا ايه، انا كنت بحب يعني ايه علوم بكل تخصصات، حتى اصلا يعني مع ان المواد كانت اصعب من الرياضه بس كان علوم، انا حابب علوم وحابب بقى احياء، حابب جيولوجيا، حابب الشغل ده كله. فوبعدين اصلا يعني هربت منها في الثانويه خالص، فجيت اخش الكليه لقيت اصلا اول ماده مبدئيا في وش الرياضه. هو عندنا رياضه بقى عايزين اصلا انا ما اتاسستش في ثانويه، فدخلت بقى الكليه جالي بقى تفاضل تكامل الشغل ده كله وانا اصلا مش متاسس فيه، مم. فجالي بقى بذوره من كان اوله تاني، صعب كان صعب فحاجه الله أكيد. وكيل يعني عاقب قدام كبير. لا لا، بس الحمد لله عندي لا بقى كان هو الماس زيرو. الماس زيرو اللي هي الاساسيات الرياضه اسمها الماس زيرو. فهي اه بتدي حاجات اللي هي المبادئ بقى بتاعت الرياضه اللي بناخدها عليها بعد كده الديسكريت ناس، وبعد كده بتطلع نعملها في البرمجه، فاحنا عندنا عامله زي السلم كده، فما ما خدتش لا فرق بس معايا. رياضة ان انت يعني هي حلوة حلوة رياضة احنا خدناها ما كانش فيه صعوبة خالص، ما كانش فيه صعوبة بالنسبة للرياضة خالص عندنا في الجامعة. ما انت عشان علم رياضه عندنا اصلا. ايوه يا عم. وعندنا انت عيب دكاترة. الكلام لا ده. لا وعندنا دكاترة بسم الله ما شاء الله عليهم يعني حلوين قوي وبيتعاملوا معاك كأنهم أخ ليك. اديله الدرجه النهائيه يا اسطى. أخ ليهم قفل. يا ريت بس خمسة بونص. الدكتور يشوف الدكتور بس يشوف الكلام ده وينجحنا بس. انا بعتهم. الانجليزي فرق معاك في الكليه؟ انجليزي ايه كلغة؟ كلغه انت داخل بقى بتاعت بتدرس ثانوية عامة؟ بالانجليزي انا لسه هاخد انجليزي الترم الجاي ده اهو. لا سيبك من الماده، مش لا الماده هو نفسها. بيدرس عربي. انت بتدرس عربي، انت يبقى بتاخد السؤال ده الماده مش بالعربي. ليك مم. اه. لا انا لا باخد انجليزي كلغه بس، كان يعني باخد الانجليزي كماده عندنا، اه. كان كلغه لا. لا لا، احنا عندنا المواد كلها بقى اصلا لا. بالانجليزي، الامتحانات مم. بالانجليزي والكلام بالانجليزي، بس الشرح مش بالانجليزي قوي. يلا. الشرح حلو. فانت ايه رايك؟ انا رايي ان اكبر مشكله واجهتني في الدراسه في اه. الكليه هو الانجليزي. مش بقى حكايه انجليزي، لا انا انجليزي ثانويه عامه جاب في درجه حلوه واللي هو الموضوع حلو كان في ثانويه عامه. بس لما دخلت الجامعه الموضوع مختلف خالص، ان انت اصلا بتلاقي مصطلحات تانية غير اللي انت عارفها فدي كانت مشكله ولسه لحد الان بتواجهني لا لا، ما هي برضو كانت عندي برضو، اللي هو يعني مثلا حاجه زي المagnetic مومنتم. انا ما اعرفش المصطلح ده يعني ايه اصلا، بس بقى لما عملنا التجربه في الفيزياء وكل الكلام ده عرفت بقى المصطلح ده معناه ايه. بالنسبة لي كان الإنجليزي عادي، اللي هو يعني عادي، أنا بقرأ عادي وبكتب عادي إنجليزي وكده، عشان أنا أصلا كنت متعود إن أنا أعمل كده. يعني أنا حتى على يوتيوب الفيديوهات اللي أنا بسمعها، أنا بسمع الأجانب كتير، والأفلام لأن لها استخدام أهو. أنا بسبب والله مش عايز أقول يعني حاجة، بس الأفلام ساعدتني في الكلية. الإنجليزي أنا مش مشكلة خالص بالنسبة لي في الكلية. لا هو الانجليزي كمادة بندرسها في الكلية مش لا مشكلة، سيبك من انما المادة. كلغة في بس صعوبة في حاجات، ان انا في حاجات اصلا مصطلحات كتير انا ما كنتش اعرفها. بس يعني في اخر الترم بدأت الحاجات دي يعني ايه بدأت تبقى سهلة شوية وتتعود على الدراسة والكلام ده كله.
فالمشكله دي هتواجهك في الترم الاول بس، انما ممكن الترم التاني المشكله اكيد هتكون حلتها. لا بيتهيألي ومش هي هيبقى في برضه مشاكل هيبقى خالص. نفس الحوار، عشان هيبقى برضه في مصطلحات جديدة بمواد جديدة، اللي هو انت اصلا في الترم التاني هتسجل مواد جديدة. ماشي، ما نسجل مواد جديده، بس المشكله يعني مش هيبقى زي ما انت اول يوم دخلت فيه الجامعه كان المشكله عندك كبيره ازاي زي تاني ترم، اللي هو لا احنا هنتعود بقى. مثلا بنسبه صغيره عندك مشكله، مش في كله بس هتتحل في الترم التاني مشكله الانجليزي. لا انا بالتالي مش هتحل، هتفضل نفس برضه المصطلحات اللي احنا مش عارفينها دي، هتبقى في مصطلحات جديدة وكده، بس ده حلو. ولو ما بس اتحلتش ككل الترم التاني هتبقى في سنه تانية هتتحل ان شاء مفيش الله. الكلام ده. ان شاء الله نحلها. بس الانجليزي مهم. وفي الكليه كان يعني كل حاجه حرفيا في الكليه بالانجليزي، بالذات المجال بتاعنا اصلا اللي هو اه حاسبات، عشان احنا اصلا بناخد المراجع وكل الحاجات من كله انجليزي. كله انجليزي. بس انت لو لغات ما تشيلش هم، تخش الجامعة كده اللي هو لا عادي، حوار اللغات ده مش الموضوع الفكره. يبقى تمام. مش لا لو مدارس لغات هتفرق لا معاك لو انت جامد، عارف كده كده انجليزي، اصل انت بتدرس من صغرك هو انت اهتم بالانجليزي، فاكيد بالانجليزي الكلام ده كله. فانت ممكن في الفترة اللي هي بين نتيجة الثانوية العامة والكلية حاول فيها تذاكر فيها انجليزي شوية. لا ذاكر كتير مش شويه، يعني انت لو انت ضعيف في الانجليزي فمنها ان انت تكون تحسن من مستواك بالنسبه لثانوي لو انت في ثانوي، والناحيه التانيه ان انت هتحتاج الانجليزي جامد بعد كده. ولو انت برضه خدت كلية زي بتاعتنا اللي هي مثلا زي حاسبات ومعلومات، حاول مثلا في وذكاء مادة اصطناعي يا اسطى لو سمحت عشان حاسبات وذكاء ايوه يا اصطناعي. اسطى. مثلا في مادة مثلا عندك زي برمجة هيكلية اللي هي بتتكلم عن السي بلس بلس، حاول مثلا تاخد نبذة عنها كده قبل ما تخش الكلية، دي هتساعدك جامد. فالحاجات دي تفرق معاك جامد في الجامعة في بداية السنة. لا بس مش شرط، يعني انا كشخص ما كنتش عامل حاجه زي كده خالص، بس برضه المجتمع اللي هو النيو كومرس اللي انا دخلت فيه ده كان رايق اصلا، عرفونا كل حاجه على فكرة وكده. انت دلوقتي بتقول نيو كومرس ده في الجامعة، انا ما اعرفش عن المجتمع ده خالص، مع اني معاك في الجامعة بالظبط وكل حاجة، اهو. بس انا ما اعرفش عن المجتمع ده حاجة. مع فان شاء الجامعه الله من 7 اول ادوار. الترم التاني فهنبدأ ندور، وان شاء الله نكون عرفنا كل حاجة في الجامعة يعني، ونحسن كل حاجة ان شاء الله. نحضر محاضرات. دي اهم حاجة. بس الانجليزي كماده ما فيهوش لا ما فيهوش حاجة انما خالص. بقى كدراسه ان انت بتدرس بالانجليزي فهو فيه صعوبه في الاول بس، انما بعد كده الدنيا ان شاء بتتظبط. الله تتحل يعني. فما تهمش الانجليزي يعني لو انت. صح. صح. لسه في بقى. ايه اخبار المذاكره زي ثانوي؟ انتوا بتذاكروا زي ثانوي؟ هجاوب انا. هو انا هجاوب بعد كده، انا بس بسأل السؤال كمذيع انت فاهم. انما انا بجاوب معاكم. ايه اخبار المذاكره معاك زي ثانوي وكده؟ لا الله وكيل، يعني ايه المذاكرة اتقلب حالها 180 درجة او 360 بتهيألي. اللي هو اصلا انت في ثانوية عامة. رياضه يا اسطى، رياضه يا اسطى. في ثانوية عامة ذاكر عشان تجيب مجموع، واصلا انت بتذاكر اجباري حتى لو مش اهل. يعني انت اصلا من جواك يعني ضميرك يعني في اقصى مرحلة نضج جوه ضميرك، فانت اصلا لو بدك تخلع منه هتلاقيه جايبك. اه دي كان بقى، وبرضه حكاية برضه مدرسين يوتيوب واهله وكده، دي يعني حكاية لا غنى عنها. دي كان بقى تخش الكلية اصلا خلاص، انت اصلا مفيش رقيب عليك اول حاجة. اه تاني حاجة مش لاقي ملخصات. تالت حاجة ولا لاقي شرح على اليوتيوب. تالت حاجة أصلا نص الدكاترة عندك يعني اللي هو بيخش أصلا اللي بيخش يقضي واجب ويطلع تاني. اه خلاص أنت أصلا بتخش بقى وإيه، تخش عالم تاني بقى مع نفسك خالص وأصلا نفسك تستحضر روح من أروح الثانوي ما بتلاقيش، يعني أصلا ورايا امتحان بعد بكرة أهون ولا يوم التلات الجاي. ومسجل فيديو انا دلوقتي. اه. بنسجل فيديو عادي. لا بس كان هو انت الدرجات اصلا ما بقتش بتفرق، يعني ايه انا دلوقتي داخل الميد ترم بكام درجه؟ الميد ترم 10 درجات مش عادي، مش رايح. لا مش مهم يعني. مثلا ما قلت لك الدكتوره قالت لي تاخد نموذج تاني وماينس 2، قلت لها عادي فمفيش مشكله، عادي ماينس 2 اللي هو مش تفرق عادي، ما يا عادش بيفرق خبر معاك مروان. درجه. انما انت في الثانويه كنت بتتكلم على الدرجه والربع درجه، انما دلوقتي انت ممكن تاخد ماينس 2 من 10، فالموضوع عادي. انت كده شينس. فالموضوع عادي يعني، هتتعود على الكلام ده كله. بس كمذاكره مقارنه بثانوي فلا مفيش، احنا مش بنذاكر يعني، لو هتقارن بثانوي فلا مفيش مذاكره. بس ده مش صح، يعني احنا بنتكلم ان ده مش صح. احنا دلوقتي مش بنتكلم صح ولا لا، بس احنا بنتكلم كتجربه من بعد ثانوي اللي لقيناه في الكليه. احنا مش بنقول الصح، لا مش صح خالص. ده مش صح يعني احنا مثلا أكيد. الثانويه كنت بتحاول تذاكر اول باول، ما تسيبش حاجه متراكمه عليك، انما ايوه ده احنا اهم بنسيب نقطة دي. المنهج بتاع الترم كله متراكم علينا، مثلا اللي هو بيبقى 12 فصل او حاجه زي كده. فالمشكله المشكله بتبقى كبيره. بس انت اللي هو احنا كنا في الاول في الثانويه زي ما انا قلت، اللي هو انت بتحاول تلم اول باول الكلام ده كله، ما تسيبش حاجه متراكمه عليك.
انما انت دلوقتي في الجامعه بنستنى قبل الامتحان ب3 ايام بالظبط، اللي هو هنلم المنهج كله، اللي هو مثلا هلم كله واخش الامتحان، يبقى انا كده انا ضامن ان انا لميت المنهج وكده. تمام. بتخش بقى تتصدم، بتاخد الصدمه الكبيره في الامتحان. هو لسه صدمة هناخدها بعد بكره ان وعلى شاء فكرة الله. الجامعة بتاعتنا اللي هي كحاسبات حاجة حلوة، فيها حاجة حلوة ميزة عن الكليات التانية، ان الدفعات اللي قبل كده اللي هم بيبقوا عاملين ملخصات للدفعات اللي أصغر منهم، مم. الامتحانات بتاعت السنين اللي فاتت ايوه ده اهم نقطه بيديها في لهم، الكليه يعني. الكلام ده كله بيبقوا عاملين كده درايف شامل للكلام ده كله. ما هو بقى الدرايف، الفكره بتاعت الدرايف دي اللي هي السنه اللي كان فيها كورونا 2020. اه. مم. فالمذاكره بقى في الكليه اللي احنا كنا قلنا في الاول ان انت ما بتلاقيش مصدر المذاكره كيوتيوب ومراجع، وانت بس مش قدام غير مرجع عشان تذاكر منه كده. اللي حله بقى السنه بتاعت الكورونا اللي هي 2020، ساعه ما الدكاتره كلها كانت بتدي المحاضرات اونلاين والسكاشن اونلاين وكل الكلام ده. ايوه دلوقتي بقى انا ما بذاكرش غير من الكلام ده، اللي هو كله بتذاكر كان بالشرح متسجل. بتاعهم يعني. لا دلوقتي الكليه لا سهله بس بسبب الحوار بس ده. في حاجة أنا بعاني منها، اللي هو الكريدت في حاسبات عندنا في فانا مختلف، إن أنت أصلا لما بتيجي تلاقي امتحانات بتلاقي جنرال، إنما الكريدت صعب إن أنت تلاقي امتحان مثلا، يعني أنا عندي امتحان التلات اه برمجة، أنا مش لاقي امتحان كريدت بتاع السنين اللي فاتت، كل اللي لاقيه اللي هو بيبقى جنرال، كله اه موجود جنرال، فدي يعني مشكلة برضه هتواجهك لو أنت دخلت كريدت. بس كريدت حلوة إن الأعداد قليلة، الدكاترة مثلا بتبقى حلوة، بتشرح بضمير، الكلام ده كله. على رأي دكتور صلاح، ما انت دافع. ما انت دافع. وبرضه ايوه اهم حاجه برضه يعني النقطه الوحيده اللي في احسن حاجه في كليه بنها ان انت اصلا يعني ايه، يعني الاعتماد في الكليات بتخش اصلا مطمن حتى لو مش بذاكر على امتحانات السنين اللي فاتت، يعني انت اصلا اللي من غيرها هتضيع. ندمان انك دخلت الكليه بتاعتك زراعه. لا خالص والله، اصلا يعني بطبيعتي برضه بقدر ربنا و... وخالص والله يعني انا اصلا يعني لا، عملت اللي عليا في الثانويه العامه، فعشان كده دخلت الكليه ضميري مش مأنبني اللي هو مثلا انت ايه، لا كنت المفروض تذاكر في الثانويه، كنت لازم تعمل اكتر من كده، لا انا الحمد لله انا عملت اللي عليا وعلى اكمل وجه. مم. فده توفيق، اللي هو بقول لك انت عامل اللي عليك بس ده بقى نتيجه من عند ربنا، فده توفيق من عند ربنا. بس ممكن انت ربنا انت شايل لي حاجه احسن في الكليه دي يعني. بس انت عارف انت ما ندمتش ليه؟ لان انت عملت كل اللي عليك، بس هتندم يا سيف لو مثلا انت في ساعة ما ذاكرتهاش، يوم ما ذاكرتهوش بترجع تندم تقول يا ريتني انا كنت ذاكرت الكلام ده كله، فهو انت لحظة الندم تبقى في كده. انما انت لو ذاكرت ما بتبقاش ندمان في اي مجموع انت جبته، وبتقول الحمد لله، ولازم ترضى باي حاجة، بس هو انت حاول ما تضيعش وقت عشان ما ترجعش تندم، انت في الاخر هتندم. انت ندمت. لا انا الحمد لله ما ندمتش. انت اصلا كنت عايز تدخل حاسبات. لا هو انا كان حلمي ان هندسه، لحد ما جبت النتيجه ان انا خلاص التنسيق بتاع السنه اللي فاتت 81% علم رياضه، اللي هو هندسه، ان انت مم. داخل هندسه كده كده. فكنت بقى خلاص هندسه هندسه هندسه، اللي هو خلاص انا بقى حلم قدامي ان انا دخلت هندسه ودخلت خلاص الكليه اللي انا انت نفسي فيها. على التنسيق بس كله جيت كده. بقى اتفاجئت خالص، حتى كمان يعني جات لي حاسبات، والحمد لله الحمد لله انا راضي بكل حاجه جت، وكل حاجه حلوه، والحمد لله ان انا دخلت، ممكن كنت ابقى مش مرتاح في كليه هندسه، بس الحمد لله مرتاح قوي يعني في حاسبات جدا كمان. انا بالنسبه لي انا ما كنتش حابب المجال الطبي كشغل. انا ما كنتش عايز ادخل طب، ما كنتش عايز ادخل صيدله ولا علاج طبيعي، ولا كنت عايز ادخل كل ده. انا من وانا صغير اصلا، لو حد عارفني يعني، احنا كان عندنا محل كمبيوتر واخويا اصلا بيعمل صيانه، يعني انا اصلا مولود على كمبيوتر. فانا كنت عايز حاجه زي حاسبات، مع ان ما كانش في دماغي ان انا عايز كليه معينه او ان انا محدد كليه معينه انا بذاكر عشان ادخلها ايوه ولا اي حاجه زي فاهم. كده. فجت حاسبات، دخلت حاسبات وانا كنت يعني الحمد لله. الحمد الحمد لله. لله مش لازم نقول ندمان الحمد ولا لله، حاجه. لا ما تندمش، مش الحمد الكلام لله ده. مفيش ندم. بس هي كانت كلام سريع بس عن التجارب كبدايه في الترم الاول في الكليه بالنسبه لينا احنا الثلاثه. هي كانت عكس المتوقع شويه وكل الكلام ده، وممكن يكون كان محبط شويه. بس بس الحمد يعني لله. انا في يوم من الايام قابلت سيف مالك يا سيف، قال لي انا قرفان من الكليه ومش جاي تاني وهحول. ده قبل ليه ما يا اعرف عم؟ المواصلات. انا يا عم باخد في الطريق ساعتين ونص يا عم، قلت له ليه يا عم؟ انا فاكر لا هي احنا ساعه بالظبط بقى كنا خلاص. بناخدها بنص ساعة لغايه بقى ما لقيت وأقل الطريق كمان. التاني اللي هم قالوا عليه، من بعدها بقى بدات الكليه تبدا بقى، اللي هو في البدايه اصلا كانت الدنيا ملخبطه لدرجه ان انا وصلت لمرحله ان انا قابلته كنت خلاص اخر يوم، انا قلت مش هاجي الكليه الترم ده تاني. فكنت خلاص يعني، والله بجد في الوقت ده انا كنت ناوي ان انا ما اجيش تاني.
يعني لغايه بقى ما عرفت الطريق جديد وكده، فالحمد لله الدنيا بقت احسن. يا عم يعني نص ساعة بالكتير في الكلية. وبس الحمد لله. الحمد لله يا عم. بشكل عام كونك طالب جامعي احسن بكتير من كونك طالب ثانويه عامه، بالاخذ في الاعتبار طبعا ان المجال اتفتح وان المفروض تذاكر لوحدك من مراجع او مش عارف المفروض تذاكر منين اصلا، مش فاهم من الدكاتره والشرح قليل وكل الكلام ده. بس مفيش ضغط ولا الضجه ولا الاهتمام بالمذاكره اللي كان في ثانوي. ناس جديده وجو جديد، وبقيت معرض لتجارب جديده اكتر وعالم جديد. بس انا لسه في اوله، وان شاء الله يكون اللي جاي احسن من اللي عدى.